العيد على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده البسكوت القمر ده بسكوت اللانكشاير اللي ما يعرفوش. بسكوت حلو قوي وتحفه وبديل البيتي فور كده، هو اقتصادي وموفر. كل الكميه اللي قدامكم دي كوبايه زبده. هسمي الله على طول واجيب كوبايه زبده مهمه قوي تكون ساقعه، وهحط عليها نص كوبايه سكر باودر زائد معلقه كبيره، يعني السكر باودر نص كوبايه زائد معلقه كبيره. هضربهم لوحدهم مده لا تقل عن 5 دقايق، وباكد عليكم قوي الزبده تبقى ساقعه. بعد كده هنزل عليهم ببيضتين وفانيليا وهضربهم شويه، وهنزل عليهم بالمقادير الجافه. المقادير الجافه: كوبايتين دقيق، نص كوبايه نشا، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح. نخلتهم كده وحطيتهم، وبعد كده لميتهم لم بايدي ما بعجنش. انا هقسم بقى العجينه النهارده معايا على 6 اجزاء كده، عشان انا هلونها ب6 الوان. براحتك، عايزه تخليه ابيض براحتك، عايزه تحطي كاكاو براحتك، عايزه الالوان او الاشكال اللي انت عايزه تزينيها ليكي فيها مطلق الحريه. بس انا النهارده هعمله على 6 الوان. لو عندكم ولاد صغيرين هيفرحوا قوي بالتلوين واللعب في اللانكشاير ده. هو ممتع، يعني ممتع في شكله وطعمه حلو قوي ومش مكلف. يعني ما شاء الله كل الكميه اللي هنعملها دي بكوبايه زبده بس. هعمل كده كور مش كبيره، يعني كور صغيرة مش كبيرة، وهدخله الفرن على 180. بيقعد معايا بالظبط 12 دقيقة. اول ما بيطلع بجيب كده كل لونين، او لو حابين تعملوا الوان مختلفة، وبحط في النص مربى او نوتيلا بيضة او شوكولاتة سايحة، اي حاجة المهم تلزقي بيها كده. وبخليها تطلع من بره كده شوية عشان احط اللي انا هحطه. عايزة تحطي بقى الكور الملونة دي، عايزة تحطي مكسرات، عايزة تحطي جوز هند، يعني التزيين ده براحتكم كده. انا عملت شوية بالمربى، ودي نوتيلا بيضة. يعني اي حاجه عايزين تحطوها في النص تلزقوا بيها تمام، مفيش اي مشكله، بس المهم خليها تطلع لبره شويه، عشان اللي بره ده هو اللي هيلزق الفصوص او الحاجات اللي انت هتحطيها. الكميه اللي انا عملتها دي عملت معايا حوالي من 140 ل 150 بسكوته. بس انت لما بتلزقيهم كده بيبقوا 2. ممكن تسيبي حبه كده ساده برضو الصبح مع القهوه او مع الشاي، كده برضو بيبقى حلو قوي. بس انا بقول لكم عشان تبقوا مهيمين كده بالنظر، الكوره بتبقى قد ايه. الكميه اللي انا عملتها دي بتطلع من 140 ل 150 واحده. لو هتعمليهم كلهم 2 يبقى هيبقوا حوالي 70 75 واحده. حابه تسيبي شويه ساده برضو تحفه. يعني دي حاجه حلوه تعمليها كده وتفرحي بيها ولادك، وتكلفتها على قد الايد. وسهل جدا، يعني لو اول مره بتعمليه ما فيهوش اي تكات ولا ممارسه ولا اي حاجه خالص. امشي بس على المقادير اللي انا قلت لك عليها دي، ويطلع معاكي زي اللي انا عاملاه ده واحلى ان شاء الله من اول مره. يعني دي وصفه مضمونه ان شاء الله مليون المية. جربوه واكتبوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وشير، وتكتبوا لي رايكم في التعليقات بعد كل وصفه وتجربوها. كل سنه وانتم طيبين.